اول حاجه اللي بيميز رمضان ايه؟ عباره عن الهلال. بالطريقه دي تعالى كده نفكر. وانت بترسم حاجه اقعد تفكر كده في العناصر بتاعتها. الفانوس بيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن مثلا مثلث من فوق، وفي الجسم الفانوس نفسه، وبعد كده القاعده من تحت، ونعمل له مثلا ايه؟ علاقه كده من فوق. في بعد كده زينه رمضان اللي هي بتبقى الشراشيب اللي متعلقه دي. كل ده بنفكر فيه عادي. تعالى بقى نكون كل ده مع بعض مثلا في شكل الدايره دي. حاول ترسم الدايره بايدك، ما تستخدمش لا برجل ولا تستخدم اي حاجه. حاول. هو رسم الدايره صعب شويه على المبتدئين. ازاي ارسم هلال بدل ما ارسمه كده ويطلع مش مظبوط، او ان انا اجتهد ان انا اطلعه كده فيطلع برضو مش زي ما انا عاوز. انا عاوز كل الاشكال متجمعه في الدايره دي. هعمل هاخد دايره تانية جوه تكون لامسه في في الدايره دي كده. بقى عندي شكل الهلال هنا. تعال نتقل عليه، يعني بقدر المستطاع نحاول نطلع حاجه مظبوطه. بقى ده الهلال. تعالى مثلا نرسم الفانوس هنا في النص. نعمل له مثلا من فوق يبقى شكله زي نص دايرة كده ونازل. ده الجسم بتاع الفانوس اللي بيبقى مثلا بيبقى فيه هنا النور او الشمعة او كده، يعني لو انت هترسمه حاجة قديمة. وادي القاعدة بتاعت الفانوس، او نكبر القاعدة شوية بحيث انها تبقى في توازن شوية مع اللي فوق. نرسم بقى زينة رمضان في الخلفية. الزينة بقى بتترسم احنا نفكر فيها كده. عبارة عن حبل كده طويل ومتعلق فيه الزينة. ممكن تعملها بشكل زي مثلثين لازقين في بعض كده. لكن لما انا اجي برسمها بحب بدل الحبل يبقى مشدود كده، لا احبه يبقى يعني يبقى فيه مش مشدود قوي يعني. ومثلا نعمل كمان حبل كده هناك. دي الفكرة. تعالى بقى نطبقها بالقلم الاسود بتاعنا الجميل. مهم جدا تتاكد ان انت عامل لنا متابعه علشان السكتشات اللي بنرسمها زي دي توصلك على طول وتبقى ترسم معانا خطوه بخطوه. قلنا بنرسم الهلال عباره عن دايره ودايره تانية. ده شكل الهلال. ونرسم الفانوس جوه. ممكن نعمله ميل. وادي الزينة بتاعت رمضان في الخلفية. نعمل زينة تانية كمان. ممكن نعمل هنا خلفية بيوت. ومثلا نطول بس دي كده شوية. ومثلا نعمل مسجد. تعالى كده لون الخلفية دي نخليها أزرق مثلا. ده لون خشب عادي جدا. لون الزينة بألوان مختلفة، يعني مثلا لون مثلا أحمر مثلا على لون برتقالي. ألون بس الطرف مثلا بنفسجي. وكل ما ادخل على الجزء اللي في النص ده بخف في ايدي اكتر، بحيث ان هو يديني احساس ان هو بومبي، يعني اللي هو الهلال مجسم. وممكن من جوه نديله كده لمسه برضو بنفسجي. هندخل معاها لون تاني برضو. وكل ما تروح برضو على النص تخف ايدك.
او يعني لون ازرق فاتح. نخليها مثلا في الطرف اللي جوه، وتاتشات كده بره. شويه تاتشات كده اصفر. خفيفه قوي تخف ايدك. انا ما عملتش حاجه غير اني بس زودت شويه الوان على بعض، بس في الاطراف، يعني في الطرف ده وفي الطرف ده. اللي في النص بقى سيبه ابيض شويه، يديك احساس ان هو بومبي شويه. عايزين برضو نلون الجزء اللي جوه ده، اللي هو البيوت والحاجات دي، بس نخف ايدينا. خف ايدك بحيث ان كله ما يبقاش ازرق نفس الدرجه بتاعت الايه، بتاعت السما، عشان كله ما يسيحش على بعضه. تعال نرسم الفانوس باللون البرتقالي مثلا. برضو بايه، بلون الاطراف بس هنا، واللون الاصفر بتاعي في النص مثلا. ممكن اجي بلون تاني خالص، وليكن بنفسجي مثلا خالص يعني. الجزء اللي فوق ده ناخده كمان برتقاني. يلا نجي باللون الاصفر ده في الماستر كده، واقوم عامله ايه، بيشع نور كده. تيجي ندخل بقى الوان تانية. الحته الزرقاء دي اللي هي في النص دي برضو المفروض تبقى زرقاء. حاسس ان انا عاوز اتقلها شويه، مساله الايه، لون السما ده. بس دي فكره بسيطه عن ايه، رسم رمضان، حاجه لرمضان كده. وانا بلون باخد ايه، نفس التدويره بتاعت العنصر اللي انا ايه بلونه. لو انت خطك حلو بقى، اكتب مثلا تحتها كده رمضان كريم بطريقه حلوه، او في الجنب او اي حاجه. بس انا خطي مش حلو بصراحه، فهنكتبها برضو ايه، ويحصل اللي يحصل مش مشاكل. خلينا كده مثلا عادي. اسوأ خط ممكن تشوفه في حياتك. لو انت رسمتها بقى وكتبت بخط احسن مني، فرجني كده ووريني الشغل بتاعك.